اسمع الكلمتين دول عشان هينفعوك. خلاصة 31 سنة، اي نعم جايب لك شعر على جنب بس لابس اوفر سايز. اول حاجة هنشتغل على الرجالة اللي جابت من 50% لحد 60% 65% حاجة زي كده. صاحبي انت لو كنت بتتفرج على رضا البحراوي بتمعن شوية مش رضا الفاروق، انت كان زمانك جبت درجات اعلى من دي بكتير. انت ما سقطتش بس فشلت. عايز اقول لك انت لو ما ظبطتش نفسك انت هيتداس على وشك. فكك بقى من شغل الفلقطه بتاع العبد لله مسك الحديد تنات تف في الحوض ملاه والشغل ده. تاني ناس بقى الناس اللي جابت من الستينات لحد التمانينات. بص يا صاحبي انت بصراحه كده عامل زي الديب العلم. انا عارف ان انت ما كنتش بتعرف تذاكر الا لما الساعه تيجي 9 بالظبط، كان لازم يبقى السالف اليمين قد السالف الشمال بالظبط عشان تبدا مذاكره. غالبا انت شخص طموح بس مش قادر تتحرك. على فكره انت ممكن تعدي المرحله دي وطبيعي، انت بس كام حقنه فيتامين بي 12 وهتبقى زي الفل. الناس بقى اللي جايبه من الثمانينات لحد ما شاء الله 101 و102 والشغل ده، انا عايز افهمه لك ان الكليات الكبيره دي اسمها كليات القمه بس عشان على اول الشارع مش اكتر. جبت مجموعه هندسه وعايز تخش هندسه بس عشان اتقالك الباشمهندس راح والباشمهندس جه، مش هينوبك من بعد 5 سنين مذاكره الا تبقى فاهم ازاي تحط البسكوته في الشاي وتطلعها من غير ما تتكسر. وده بسبب ايه؟ عزم القصور الذاتي او المومنت اوف انيرشيا للناس اللي كانت لغات. واديني لخصت لك هندسه. وبالنسبه للناس برضو اللي جابت مجموع طب وعايزه تخش طب او صيدله عشان يتقال لها الدكتور راح والدكتور جه، انت في الاخر لو وقفت في صيدليه هيقول عليك محمود لبوسه، اسمك برضو محمود بتاع البنابز. والناس اللي بتدور على الكليات العسكريه او الكليات الحربيه اذا كانت شرطه او جيش، يا صاحبي لما تدخل الكليه البنات مش هتتهافت عليك، يعني مش هتروح تقعد تلحس في الكتافات بتاعتك، انت فاهمني؟ واصحابك مش هيحبوك اكتر، صحابك هيحبوك عشان خاطر مصالحهم. خليك فاكر ان انت الشخص الوحيد اللي هتبقى بتتفشخ والناس اللي حواليك هي اللي مبسوطه. سيب الكليات دي للي قادر لها، اللي عارف يعني ايه وطن، عارف يعني ايه حمايه وطن ومتربي على ده واهله مربينه على ده. وخليك فاهم ان انت تقعد في القسم بايت بالاربع ايام صاحي عادي، ولو في الجيش هتاخد 31 سنه شغل و3 ساعات اجازه، مفيش فيها مشكله. ابوس ايديكوا سيبوا الحاجات دي للناس اللي حابه تضحي بنفسها وحياتها مش عشانها، عشان خاطر غيرها. خلاصة الكلام واللي انا عايز اقوله لك باختصار وبسرعه، ما تدخلش حاجه غير وانت حاببها. ليه بقى؟ لان انت من ساعه ما تحط رجلك في الكليه لحد ما تموت انت مش هتعمل حاجه غير الحاجه دي. فامسك الناس اللي حواليك اعصرها اسئله لحد ما تطلع لك الواقع مش اللي في المواقع، عشان لما تدخل ما تبقاش ضيعت وقت في الحاجه اللي انت دخلتها، وفي نفس الوقت لو عملت شيفت كارير ما تبقاش ضيعت وقت كبير. اسمعوا الكلام من واحد عاصر الناس بتوع الثمانينات والسبعينات لحد الناس بتوع الالفينات وجين زي. نصيحتي ليك بقى اول ما تحط رجلك في الكليه اشتغل، مادام محقق هدفك وعارف انت عايز تروح فين اشتغل وقتي. الناس بقى اللي في كليه قمه انت مش عندكش وقت تشتغل، اشتغل على نفسك بقى، تدريب، كورسات، بس تبقى عارف انت رايح فين. الناس بقى اللي ما عندهاش اي هدف ودخلت الكليه جابت مجموع هوب دخلت الكليه الفلانيه، اشتغل، ارمي نفسك هنا وارمي نفسك هنا، اشتغل ده واشتغل ده واشتغل ده واشتغل كل حاجه. الحاجات دي هتكون شخصيتك وهتخليك في الاخر عارف انت عايز تعمل ايه في حياتك. اشتغل عشان لما توصل سوق